السلام عليكم، مرحبا بكم، على سلامتكم خياتي في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله يدخل عليكم هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. كما كنتوا تشوفوا البنات، الحق العيد ان شاء الله، وماذا بيا بارطاجي معكم هاد الوصفات تاع التشارك. كما كنتوا تشوفوا البنات يجي يذوب في الفم ما شاء الله، والحشو يقعد لكم اطول مده ممكنه يعني وهو طري. الحاجه الاولى اللي نبداو بها نديروا 3 كيلات فرينه، وكل واحد باش يحب كيل لا كونتيتي هكذايا. 3 كيلات فرينه نغربلوهم مليح، نديروا قرصه تاع الملح، نديروا 2 مغارف كبار تاع سكر غلاس سكر ناعم، شويه تاع لافاني. انا ندوب السمن ديالي كيله تكون معمره كما كنتوا تشوفوا هكذايا، نضيفها على الفرينه ونبدا نبسس فيها هكذا بهذا الشكل. ندخل كامل هذاك الليدان في الفرينه بهذه الطريقه، نحك بين يديا كما كنتوا تشوفوا هكذايا، ندخلو كامل في الفرينه. بعدها نجيب المزهر، ندير كيله خليط بين المزهر والماء كما كنتوا تشوفوا هكذايا. راني خلطت الماء والمزهر كيله. نورمالمون ترفد لكم كيله على حسب يعني الفرينه ديالكم، على حسب النوعيه تاع الفرينه. انا رفدت لي كيله سوا هكذايا، ندخل هذاك الماء مليح بلا ما ندلكو، يعني بلا ما ندلكو العجين. ندخل كامل هذاك الماء مليح بهذه الطريقه. البنات لازم تشمخ لكم العجينه مليح، باسكو الا خليتوها هكذاك يعني مبسه راح تكسر لكم العجين. كي يطيب لكم التشارك ديالكم راح يتكسر ويولي جوغ كيما الصابلي وما يجيكمش بنين. لازم العجين تاع التشارك يتشمخ مليح هكذا، لازم تحصلوا على هذا العجين بهكذا بهذه الطريقه. فوالا البنات، هنايا نديرها في بابي فيلم نحطها في الثلاجه، يعني تقدروا تشمخوها الصباح وتستعملوه وتبداو تخدموا فيها تشكلوها في الليل. قد ما قعدت العجين تاع التشارك راح تعطيكم يعني نتيجه هايله، قد ما ارتاحت قد ما تعطيكم نتيجه شابه. هنايا عفوا ندوزو للحشو. كما كتشوفوا درت 3 كيلات تاع اللوز ولا كاوكاو واش تحبوا واش كان عندكم، مع كيله غير صبع تاع السكر كريستاليزي هكذايا. شوفوا البنات نوريكم بيان باش تجيكم يعني الوصفه بالتدقيق. نضيفوا شويه تاع القرفه، انا نحب في لي غاتو تاع الجزائر يعني نحب ريحه القرفه لداخل في الحشو، راح يعطيها جو تاع الزمان يحصراه. فوالا نضيف عليها مغرف صغيره تاع مارغارين يعني شويه برك، راح يعطينا طراوه للحشو ويقعد لنا اطول مده يعني هكذا. البنات نبداو نشمخو بالمزهر، نشمخو يعني غير بالعقله، نروحوا له غير بلاتي، باسكو اون سي جامي يشمخ لكم شويه زياده راح يجيكم يعني صعيب في التشكيل، ومن ميم طون يخرج لكم كامل من العجينه هكذا. ماذا بينا نعجنوهم مليح البنات، نعجنوه حتى يذوب هذاك السكر في يدينا. فوالا هكذايا نعجنوهم مليح حتى نحسوا بلي السكر داب كامل ونقدروا نشكلوه هكذا. نغطيوه كيف نحطوه في كيس بلاستيكي ولا بابي فيلم هكذايا، ونحطوه يرتاح يعني. قلت لكم العجينه قد ما ارتاحت راح تعطيكم نتيجه بزاف شابه. هنا نجيب الميزان ديالي، عباكم بالميزان راح يجيكم على حبه واحده. نوزن 35 غرام للحبه بالنسبه للعجينه، راح تجيكم الحبه بزاف شابه يعني متوسطه الحجم، يعني ماشي ديك الكبيره منفخه بزاف وماشي ديك الصغيره، يعني هذا هو الشكل ديالو، هذا هو القيس ديال التشارك المسكر. هنا نروحوا نوزنوا الحشو
اللي نديرو فيه 15 غرام. قلت لكم البنات بالنسبه للميزان يعني ما شاء الله تجيكم الحبه شابه. اللي حبت تزيد تجيها كبيره اكثر دير 40 غرام للحبه للعجينه و20 غرام للحشو. هذا اذا حبيتو تزيدوا في الحجم. هكذا نكمل نوزن كامل على جهه باش نخدم خدمه نقيه. هكذا يا البنات. من بعد ما كورتها نزيد نخليها ترتاح ان بو مومون، يعني باش تجيني الخدمه سهله وتكون ارتاحت العجينه. نبدا نشكل في التشارك ديالي بهذه الطريقه. نفتح العجينه، قلت لكم البنات راح يجيكم على حبه واحده كي توزنوه. نفتحو هكذا دائري الشكل، نشد ندير حربوش بالحشو. الحربوش ديالي يكون خشين في الوسط ورقيق في الطرف بهذا الشكل. كي نحطو الحربوش ديالنا نضغطو مليح على العجينه باش يخرج لنا كامل هذاك الهواء. نعاود معكم وحده. فوالا البنات بهذا الشكل نفتح العجين ديالي على شكل دائري عادي، ماشي ما فيه حتى يعني تعب. فوالا الحشو ديالي قلت لكم توجور نخلوه خشين في الوسط ورقيق في الاطراف. من بعد ما نضغط مليح باش يخرج كامل الهواء، نشكل العجينه ديالي رقيقه في الطرف كامل في الجوانب، ونخليو الوسط توجور خشين باش تجينا الحبه بيان بومبي وتجي شابه. نقدروا نديروها في هاد النظام تاع البابا اللي نطيبوا فيهم البابا باش تجينا يعني على حبه واحده. سينو نديروهم في سنيوه عادي. انا نطيبهم في سنيوه عادي ماشي مشكل. كي تحطوهم في سنيوه برك عاودوا سقموا لهم برك الشكل. فوالا البنات هنا قلت لكم توجور ضغطوا مليح باش يخرج كامل هذاك الهواء، ورقوا في الجوانب وخلوا الوسط توجور بيان بومبي. هكذا البنات كما راكم تشوفوا نورمالمون فهمتوا. وغلقوا مليح البنات الاطراف باش ما يخرجلناش الحشو. الحشو نورمالمون كي يكون يعني يشد روحو ما حش يخرج لكم البنات. تقبوا بيان هذوك الحبات كما راكم تشوفوا. تقبتهم قبل ما ندخلهم للفوغ. شوفوا ما شاء الله طيبهم كيفاش جا. لازم نتقبوهم البنات باش يخرج لنا هذاك الهواء اللي داخل. مده الطهي يعني تكون 4 ساعات حتى ل20 دقيقه. هكذا تشوفوا البنات تحمر لكم البنات. نحيوه ونروحوا نسكروه. هنا السكر ديالي يعني غربلته، وجدت الماء اللي نديروه فيه. هنا ماء وسكر عادي، ماء وسكر رطب. نخلطو مليح ونغطس الحبات ديالي داخل. نخليهم البنات ينشفوا غير شويه. عباكم علاش نخلوهم ينشفوا؟ باسكو اذا دخلناهم هكذاك بالماء راح هذاك السكر يجمد يشد روحو مليح ويولي لكم بزاف حجره، يولي لكم يابس ويبسنا الحبه تاع تشارك. كي نشمخوها نخليوها تقطر هكذايا نشفوها، ومن بعد نديروها في سكر غلاس. نديروها هكذا نغطسوها مليح، نخلوها بون مومون داخل سكر غلاس باش يعني تتسكر لنا مليح. ابخي نبداو كي نجبدوا الحبه نحيو لها كامل هذوك الزوائد هكذا بهذا الشكل. ننفضوها مليح البنات. ما ديروش جبل تاع سكر غلاس باش ما تجيناش الحبه كامل سكر. هكذا نحيو لها كامل الزوائد، ومن بعد نغربلو غير شويه من الفوق يعني باش يجينا الحبه شابه. هكذا بهذا الشكل ان شاء الله راهو يبان لكم. فوالا ما شاء الله يجي على حبه البنات، ويجي التسكر ديالو روعه. هكذا نكملوا البنات كما قلت لكم توجور نحو كامل هذوك الزوائد اللي من تحت واللي من الفوق، ومن بعد غربلوا عليه غير شويه تاع سكر غلاس راح يجيكم الحبه بزاف شابه. فوالا البنات ولحقنا نهايه الفيديو. كما راكم تشوفوا هذا هو التشارك ديالي نهار اليوم. يجيكم بزاف بنين ويجي يدوب في الفم ما شاء الله. انا كنت سيت حبات بالطليه باش تشوفوا برك يعني تقدروا تطليوه بالطليه كيما تقدروا تسكروه بسكر غلاس عادي. هنا خيرت اللون دوغي. المره الجايه ان شاء الله نجرب معكم الطليه، حتجيكم بزاف هايله وتشد لكم اطول مده.
فوالا البنات، شوفوا حبيت نقسم معكم حبه، والله يا البنات غير جا بزاف طري. شوفوا ميم با ما نسيتوش تقسم. المهم شمخوه برك مليح. شوفوا الحشو ديالو يقعد لكم يعني طري ما شاء الله. ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو وبالاسرار تاع التراك المسكر. ان شاء الله تجربوها وتحطوا لي رايكم في التعليقات. هكذا البنات، ما بقى لي غير نقول لكم عيد اضحى مبارك. ان شاء الله تجوزوه بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي ليكم وافراد عائلتكم اجمعين. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.